النهارده هنعمل قرص الافران المبسوسه، وكل الكميه اللي انتوا شايفينها دي ب3 كوبايات دقيق بس. هحتاج 3 اكواب من الدقيق الفاخر، رشه ملح، معلقه صغيره بيكنج باودر، وكوبايه الا ربع سمنه على زيت. ونبس الدقيق كويس جدا لغايه ما يتغلف كله بالماده الدهنيه. كوبايه الا ربع حليب، معلقه كبيره خميره، ومعلقتين سكر. ندوبهم كويس ونحطهم على خليط الدقيق بالسمنه، ونفضل نعجن العجينه كده لمده 5 دقايق لغايه ما تلم. وبعد ما تعجنوها غطوها لمده نص ساعه بس علشان تخمر، بما ان الجو حر. بعد ما تخمر هنبتدي نشكل القرص بتاعتنا على طول. بناخد حته صغيره كده من العجينه بحجم الليمونه الصغيره، وبنحشيها حشوه التمر. عجينه تمر عاديه كورتها كور صغيره. باخد كل كوره من عجينه التمر جوه العجينه وبقفل عليها كويس. بعمل فيها خطين كده بالسكينه علشان لو عاملين كميه ساده نقدر نفرق ما بين اللي بالعجوه والساده. بعد ما تشكلوا الكميه كلها غطوها وسيبوها تخمر للمره الثانيه تقريبا لمده 20 دقيقه، وبعد كده تستوي فرن ساخن على درجه حراره 200 الرف الاوسط لمده 20 دقيقه. وتقدروا كمان تشغلوا الشوايه لمده دقيقتين علشان تاخد اللون الجميل ده من فوق. وبس كده عملنا ألذ قرص ممكن تدوقوها، رهيبه وطعمها يجنن، هشه وبتقطم. اللي بالتمر طعمها يجنن، والساده كمان طعمها خطير. لازم تجربوا الوصفه دي بنفس المقادير وتعرفوني رايكم.